السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. نزلت اسك امبارح عن ايه اهم المشاكل اللي بتواجهكم دلوقتي كطلبة، وايه اهم مشكلة انتوا عايزين نطلع نتكلم فيها. لقيت بصراحة ان اغلب الردود اللي جات لي مشكلة النوم. ايه وكأن مشاكل الارض انتهت وما عادش في حاجة غير النوم الكتير. بننام 12 ساعة، بنقعد على الكتاب على الصفحة كام ساعة وبعد كده نحبط نسيب الكتاب ونقوم ننام. اخدت بالك انت؟ ايوه اخدت بالي من ايه اللي انت بتقعد على الكتاب فبتحبط فتقوم قايم نايم. عملت ايه؟ انت بتتهرب من المشكلة. اللي انت عملته دلوقتي بالنوم اللي انت بتهرب من الواقع بالنوم، بس مسيرك هتصحى، يعني لازم هتفوق من اللي انت فيه. تمام. ايه المشكلة يعني؟ قاعد على الكتاب بقالك 4 ساعات وفي درس وما خلصتوش، ما تقعد 5، اقعد 6 هيخلص. والله جرب اقعد 6 الدرس هيخلص. ها؟ ايه لا احنا بنستسهل، احنا بنحب الاستسهال. في حل تاني؟ في حل تاني. ايه اللي انا اقوم انام؟ طيب ما انت هتصحى بكره هيبقوا درسين، طيب بعد 3 هتسوم وتنام. ايه ده؟ في مشكله تانية بقى انا عايز تتكلمي فيها. ايه؟ التراكمات. بجد والله لا بجد والله التراكمات. طب ما انت كنت نايم، ما انت اللي مراكم على نفسك. ما رضيتش تقعد ساعتين زياده تخلص الكتاب، احبطت وقمت نايم. بص يا شباب، من الاخر ال3 شهور دول يا هتجيب يا مش هتجيب. بدأت من أول السنة ما بدأتش من أول السنة. بالمناسبة يعني في ناس ما شاء الله يعني ممتازين بمعنى الكلمة، ولاقيهم بقوا بيتغيبوا من الدروس. واجب مش ملتزمين بيه. هتضيع تعب 8 شهور في 3 شهور. ما هو ال3 شهور دول ايه؟ أكتر كلمة بحب أقولها فيهم: ليس الطريق لمن سبق ولكن الطريق لمن صدق. ايه ده؟ يعني ايه ليس الطريق لمن سبق؟ يعني انا اللي جاي لسه 3 شهور ورايح ابدا في المنهج هتساوى باللي بادئ من شهر 7 اللي فات؟ هتتساوى عادي. انت مالك؟ انت بتحسب عليه اصلا؟ انت مالك؟ ولا هتقول هتساوى ولا مش هتساوي؟ انت مالك اصلا؟ ما تقعد تذاكر انت وتنيل على عينك واسكت. انت مالك هتساوي مش هتساوي؟ مش فاهمه والله. طيب ماشي. بصوا من الاخر، ال3 شهور دوت مفهوم طريقين، مفهومش تالت. اول حاجه الطالب بادئ من شهر 8 ومذاكر بيرفكت وجه في شهر 1 بيقول لي انا محبط، انا مش قادر. انت لو ما كملتش مقدره انت ضعت. ال8 شهور اللي فاتوا دول كان نفسي اقول لك هيشفعوا لك في حاجه، هم هيشفعوا لك في حاله واحده بس. لو انت كملت. ليه؟ لانك انت مذاكر من الاول ما شاء الله وممتاز وفاهم الكلام بيقول ايه وامتحانات بتحل وكتب مخلص. فانت اللي ليك الاجازه تستريح يوم يومين 3 ايام مش اكتر، وترجع كده تملى طاقه وتكمل. ليه؟ لانك انت لو مشيت بالطريقه اللي انت ماشي عليها دلوقتي ونايم وخلاص حاسس، مع انه انا متاكده ان هو مجرد احساس عندك حتى لو حقيقه، فهو طبيعي ان الدنيا اللي اتراكمت عليك لا انت عارف تلم جديد ولا تلم قديم، فهتقوم تضيع الجديد اللي انت بتاخده لتفكيرك في القديم، وبالنسبه للقديم اللي انت اصلا نسيته محبط بسببه، فانت ضيعت الاتنين. لا مسكت القديم ولا ذاكرت الجديد اللي انت فيه. ماذا بعد؟ هتقوم تنام؟ قوم نام براحتك، كمل نوم. الصنف التاني اللي كان واخد السنه من اولها لعب وجه الشهر ده بيشد شده غير طبيعيه. احنا يعني بنشوف بجد، اللي هو بشوف ناس بتتغير 180 درجه، بلاش 360 درجه، ناس بتتغير 180 درجه. اللي هو والله العظيم بيوصلوا المجاميع دي بتتجاب في ال3 شهور دول. يعني دي حاجة واقعية عند كل الناس. يعني أكيد كتير منكم شاف ده بتتجاب. فهو إيه اللي عمله؟ إن هو عمل بالأسباب وساب الباقي على ربنا، ساب النتيجة على ربنا. هو عمل إيه؟ هو ضغط نفسه، ما كانش بينام، كانش بياكل، كانش بيشرب،
تلاقيهم طالعين من الثانويه خاسين كده، بس خلاص هم 3 شهور هموت فيهم نفسي، مش عماله اقول انا بنام 12 ساعه. ده سمعت ارقام نوم تانية، مش هقول والله، في طلبه قالوا لي ارقام نوم تانية، انا مش هتكلم فيها. فاتمنى ان احنا نفوق لنفسنا ونركز الفتره اللي جايه. طب تعمل ايه؟ طب ممكن تعمل روتين صغير كده هيفرق معاك، اللي انت تصحى من الفجر، صلي الفجر كده ابتدائي كده بصلاه الفجر، و5 دقايق اذكار صباح و10 دقايق قران، انت اصلا هتحس براحه. تمام. تمام. ماذا بعد؟ انت هتكون محضر من قبلها انت هتذاكر ايه، مش باب اول احياء، باب اول فيزياء، باب اول مش عارفه ايه، لا. وليكن مثلا الكيمياء، انت هتذاكر مثلا اول درسين عضويه، ده عشان انت لسه واخدهم في الدرس وليكن عليهم امتحان. طيب ماشي، خلصتهم. تمام. تمام. انت اصلا هتحس بانجاز، تعمل جنبها كده صح. رقم اللي بعدها درس مثلا في الانتقاليه، اول درس في الانتقاليه هقراه. شايف كلمه ايه؟ هقراه، مش هذاكره، هقراه كده افتكر بس كده، هعمل ريفريش لدماغي كده، اشوف المنهج كان بيتكلم عن ايه. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى انت مجهز خطتك من البدايه، درس اول، درس فيزياء، درس انجليزي، ودايما خلي مثلا ماده فهم قوي زي الرياضه مثلا مع ماده زي الاحياء على طول، وابدا على طول. ما تقعدش بقى تعمل جدول ساعه، خلاص الجدول انت عملته من بالليل، وحاجات بسيطة، اللي هو خلصت درس أحياء هعمل صح، خلصت درس كيمياء هعمل صح، انت هتحس بإنجاز. خلصت اللي وراك مثلا، ولكن كنت عامل 3 دروس خلصتهم، انت خلاص جالك كده طاقة إيجابية، اللي انت عايز أكتر. أصل النوم بيجيب نوم، والمذاكرة بتجيب مذاكرة، خليك عارفها كده، حطها قاعدة، النوم بيجيب نوم والمذاكرة بتجيب مذاكرة، فانت حر. هتلاقي نفسك ايه؟ طب اما بص كده على باب الدرس الاولاني فيزياء، ما انت خلصت بقى اللي وراك، وانت قدامك 3 شهور، يعني اللي لسه ما بدأش يبدأ ويلم المنهج من اول، والله العظيم يبدأ ويلم المنهج من الاول. ويا شباب بالنسبة للكيمياء، الكل اللي عندهم مشاكل في الكيمياء عاملين لك فرصة اللي انت تلم، احنا بس شغالين عضوية، ولكن اللي انت تلم ال4 ابواب الاولانيين في الانتقالية ان شاء الله، غير العضوية ان اورجانيك. عاملين عليهم معسكر جامد حلو جامد جدا، بالحل بالاسئله بالتريكات للثانويه العامه والازهريه، ثانويه عامه لوحدهم، ثانويه ازهريه لوحدهم، وبسعر رمزي جدا 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 على الباب. للتفاصيل هسيب لكم رقم واتساب اول تعليق تتواصلوا معاه. يلا اتمنى لكم كل التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا يا تروح تنام يا تكمل مذاكره.